كان في مهندس مش لاقي شغل وكان شايف ان السوق كله مليان دكاتره، قال لنفسه افتح عياده واعمل نفسي دكتور، فحط اعلان على باب العياده وقال الفحص ب 1000 جنيه ولو ما اتعالجتش هتاخد 2000 جنيه. المهم عدى من قدام العياده دكتور استغرب وقال لنفسه 2000 جنيه سهله اكيد ده نصاب. المهم دخل على المهندس وقال له انا مش حاسس بطعم الاكل ممكن تعالجني؟ المهندس قال للممرضه جيبي لي ازازه الدواء رقم 5 وادي له منها 3 نقط. الممرضه قطرت للدكتور 3 نقط فكان هيموت حرفيا. قال له ايه ده بنزين. راح المهندس قال له مبروك رجعت لك حاسه التذوق هات بقى ال 1000 جنيه. الدكتور اتضايق جدا وقال لازم ينتهي. بعد يومين رجع وقال للمهندس بصراحه حاسس ان بنسى كتير ممكن يكون عندي زهايمر هتقدر تعالجني؟ فالمهندس قال للممرضه جيب الازازه رقم 15 وادي له 3 نقط. فالدكتور قطع كلامهم كده وقال له ده مش بنزين صح؟ قال له المهندس مبروك رجعت لك ذاكرتك هات ال 1000 جنيه. الدكتور بقى مش مصدق اللي بيحصل وقال لنفسه المره الجايه لو ما جبتش الفلوس هعتزل الطب. بعد اسبوع رجع وقال له يا معلم مش قادر اشوف كويس يمكن انا فقدت بصر. قال له المهندس دي حاله ملهاش علاج عندي للاسف خد ال 2000 جنيه اهم وسامح. الدكتور نط من الفرحه ومد ايديه عشان ياخد ال 2000 جنيه لكن لما شاف الفلوس لقاهم 500 بس اتضايق جدا وقال له بس دول 500 مش 2000. قال له المهندس مبروك رجع لك نظر هات ال 1000 جنيه.